الأمر بخصوص الفائزين ويضع قراءة شعرية جميلة لكل من الشاعرة فاطمة مهربة والشاعرة فاطمة عمران في نص الشعري مشترك بينهما تحت عنوان الفواطم والخالدات. إنه نص فيه ليس من الشاعرية وليس من الحقيقة سوف يضرنا كثيرا لنستمع إليه أكثر وأكثر. يعتنق الشارع الطويل ظلي يرتبني بفوضاه كأنه أني يتيه على مشاربه الملجلة في الحذيان في امتثال الكؤوس المنورية على حافة يؤذن عراجها صوبا لا مكان تصرخ في حمق التمثل خطايا تحت وسط الهذيان فأدرك أن لي الخطوة وللمسافات الهذيان. عينات قصيرة الكبرى تداعب حفلة زجاج وخيرة الصوت القاتل شهوت ضياع الله وقلوب حاجة
عين الشغب تحكي أسرارها على آلية الإبهامة العذارى، والخصر ترحال وتجوال بين العروبة طارة والإفراج طارات أخرى. عينات قساوة كبرى تلاعب حفنة زجاج، والجرح نزيف الدافع ترتله الجبال العالية. عيناي تداعب أحيانها البقية، تسمي الأشياء بغير أسمائها، علها تؤسس للصدر فسحة لاحتمال الحكم للحلال. عيناي تداعب شهوة الانبلاج من غبش المحال، ترحل بي بأطياف الأصيل كي أتدفق منعمقا لفتح سقوط الرحبة من أجل جذبة الروح الأخيرة. فيما بين وجدتك تتنفسين الآهات، ترحلين من رحم أمي في عوالم الهرب الموسوم بلغة الاحتضار، تتلذذين جرحي العتيق في صمت راحته النسيان، في صمت راحته النسيان. يسحقني هذا الانتظار ويجعلني أغرق في اليم وحدي، أشكو زغاريدي المؤجلة لعشق مضمخ بالوفاء ساعة الجحود. فيما بين تتعرى الأسماء كي تمارس في ترديد السؤال روايتها، تعلن في شبق ارتداء المحطات المخمورة بحمى العراء، برحلة السهو ما بيني وبين المابين تسقط جدار الصمت، تعري انعكاس المرايا، تفضح وجه الجلاد وتغيير الضحية. فيما بيني وبيني يعلن الصراخ بشوارعي المعلنة، حتى إشعار آخر أني ميتة. إذا لقد استمتعنا كثيرا بهذه